السلام الله عليكم. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا خوتي على بزاف ديال الاسرار اللي خبعتها علينا هاجر، اللي لقات اختها خديجه اللي عندها 14 سنه ناعسه مع راجل اختها، ومن بعد ما داتها للطبيب اكتشفات بان اختها حامله، وخرجات في المنبر اعلامي كتقول للصحفي يوسف: انا اختي حامله من راجلي، انا اختي ولات ضرتي، راجلي خرج لي على اختي، وبزاف ديال المسائل. ولكن حنا بداك الخروج اللي خرجات كنا عارفين وحاسين بان داك البروده ديالها اللي كتكلم بها، عرفنا بان كاين تما شي سر، كاين شي حاجه. لان واحد داك السيده هاجر حيت حصلات اختها مع راجلها وعاد عندها وليد بنيتات، جوج بنيتات معاه، ما خرجاش كتغوت ولا واحد الحرقه اللي حصلات راجلها، حرقه ديال اختها اللي تغتصبات نفس الطفوله ديالها، الحرقه اللي يعني ما كانتش ناويه في راجلها، لا كان كل همها وكل هضرتها يتعاونوا معها الناس فين تعيش، فين تاكل، فين الى اخره. ولكن حنا كنا تنقولوا شي لغز هنا. تخرجات اخوتي مرت العم، من بعد ما خرجت العم هي اللي حيدات الغطاء على كل شيء. قالت لهم بان هاجر وامها كانوا عارفين البنت كانت مغتصبها العم ديالها. قالت لهم كانت كل مره كتجي عند راجلي وكل مره كتجي تعيط عليه، هي اللي كانت كتجي عنده وهي اللي كانت كتسول فيه وكتقلب على العم ديالها. قالت لك انا في الاول كنت نقول راها واقيلا حيت الاب ديالها خدام والام ديالها من ذوي الاحتياجات الخاصه، ربما كتبغي اللي يعاونها في شي حاجه او كتشكلوا من شي حاجه. المهم خلاته هو قال لك كان كيمشي للسوق ويشري لها ويجيب لها، وفاش تقول له شنو هادشي كيقول لها انا حيت ما عنديش بنيته فربي عطاني بنت خويا بحال بنتي. قالت لهم حتى لواحد الخطره وحسيت وعقت به وتبريت فيه المره الاولى، تبريت فيه المره الثانيه، فكذلك تبريت فيه بزاف ديال المرات، ولكن ما بغاش يحشم. دابا هاد المره العم طالبه خوتي الطلاق، وهاجر اللي كانت مصره تتقول ليوسف الحمل ديال راجلي، فقالت لهم مرت العم اكيد الحمل غادي يكون ديال العم، لان هي النوبه الاولى ما بغاتش تجبد هاجر، ما بغاتش تجبد عمها، واخا كانت عارفه بان عمها اللي اغتصب لها اختها ما جبداتش عمها. كانت تقول راجلها اللي ضيع الحياه ديال اختها، راجلها ما خلاش في اختها، ولكن كان واحد اللغز تما. في الاخر تكتشف بان البنت قالت لهم راه عمي هو اول مغتصب. فاش مشاو يجيبوها خوتي البوليس شنو قال لهم؟ قال لخوه انا راني قصتها مره واحده وهي اللي بغات. جات مرت العم قالت لك لا، كان كتجي كل مره هي اللي كتجي عنده، فعلا هي اللي بغات، يعني هذاك البنت هي اللي شعله فيها العافيه وهي اللي كانت كتمشي تقلب على العم. قالت لهم كل مره كانت كتجي هي اللي كانت باغيه، ولكن هنا كتورينا بان ماشي مره واحده. وهي المرت العم مصره كتقول لهم 99% غادي يكون الحماله ديال العم ماشي ديال راجل الاخت. وهنا هادشي كامل اللي كنسمعوه كتقولوا مرت العم، شنو في الاخير اخوتي كيخرج الاب؟ اشنو كيقول الاب؟ تيخرج وتيقول لك هو بقى فيه خوه ماشي ديال التكرفيس، وعنك خوه وبكى مع خوه، بكى مع خوه اللي ما بكاش مع بنته. ما بقيتش نقد نهضر واللي تنبقى ساكته، لان الافكار تشتتات اخوتي مع هذه المصيبه هذه. كيفاش هو خوك مغتصب لك بنتك وخصك توقف مع بنتك، انت كتقول مشيتي عنقتي خوك وبنته نهار اللي عرفها. باش تعرفوا هنايا العائله كامله عارفه بان العم راه عندهم قضيه مع بنتهم. وخا البنت حصلات راجلها في الليل مع اختها، قالك مع 1:30، ما بين 1:30 و2 الليل، وخا عيطات على باها وقالت له با راه واقع واحد المشكل، وقال لها باها شنو هو هذا المشكل؟ قوليه لي بنتي. قالت له راني لقيت خديجه مع راجلي با.
يعني هنايا كون كان شي واحد يقد يجي بداك الليل، يقد يطلع الفجر، يخرج مع الفجريه ويجي ويشوف شنو واقع لبنته. هو ما جاش من بعد يومين، متى كان النهار اللي كانت الجلسه، حتى النهار اللي كانت الجلسه واكتشف، على حسب هو تيقول اكتشفت، ولكن اكيد بانه هو عجبو الحال. التهمه تحيدت على خوه ولصقات في راجل بنته. يعني راجل بنته ماشي مشكل، واخا يمشي للهاويه معليش، المهم غير خوه ما يمشيش فيها، وامو ما توقع لهاش شي حاجه. كان كيفكر غير في امو. هو دابا من خلال هضرته، من خلال الكلام ديالو، ما كرهش اخوتي، ما يكرهش ان تكون ماشي بنته، ويقول لهم حقا يلصقات فيه وظلمات عليه، يحشم يقولها، لان كيهضر على خوه اكثر من اللي كيهضر على بنته. كيهضر بان خوه ما يستاهلش الحبس، كيهضر بان بقى فيه، وخوه تيقول له بنتك هي اللي بغات. يا كيفاش هي اللي بغات وهي بغات؟ انت عمها، انت هو مول العقل. ولو هاد البنت تبغي، ولو هاد البنت كاع تحيد حوايجها وتجي قدامك وتقول لك انا عمي، غتشدها وتعطيها قتله د العصا وتجيبها لباها وتقول هاد البنت خصها تربط حتى دوز هاد السن هاد. ماشي الاب، عفوا اخوتي، العم. قالك هي اللي كانت كتقلب عليه، وهي اللي كانت كتمشي، وهي اللي كانت كتجبدو. شويه حقا هي كتقول لك لا، انا كنت تهديدات، ولكن عمها ما قالتش عليه التهديدات. عمها كان عاجبها، وربما كان عاجبها بانها كي شوفوا من خلال فاش قال يوسف الصحافي: عندي واحد الرساله لكم الوالدين، تقربوا لوليداتكم، اعطيوهم العاطفه، شوفوهم شنو بغاو. يعني هنايا غادي تكون البنت قالت لهم انا كنت مفتقده العطف ديال الام والعطف ديال الاب. يعني والديها، الام داو احتياجات الخاصه، يعني راه كيبغى لها الله، ما عارفه اللي خرج اللي دخل اللي حمل اللي جلس. الاب طبيعه الحال غيمشي يجيب واحد اللقمه د العيش لوليداتو ما ياكلوا، لان راكم شفتوها هضره جوج تيقول لك حنا لينا الله، ما عندنا ما ناكلو، ما عندنا ما نديرو، بحال اللي لقاو هاد الحماله ديال هاد البنت وسيله باش يسعاو. الاب تيمشي يخدم. اذا هاد البنت هادي كما تيقولوا سايبه، مشات للعم، ناضت فاش اكتشفتها اختها وعرفتها بان مع عمها، جابتها عندها المدينه قنيطره، قالت اللهم نديها ونحيدها من قدامه ولا حتى تجيب لي شي مصيبه. يعني فين فكرات فين صدقات. قالت نمشي نديها تعلم شي صنعه، تعلم شي حاجه، وتبعد من هذا العم هذا اللي هي كل ساعه كتمشي تقلب عليه، كل ساعه كتمشي هي عنده برجليها. ولكن للاسف ان البنت طايبه، البنت فيها العافيه، فيها واحد الحراره اللي ما كتحلل، ما كتحرم، ما كتعرف راجل الاخت، ما كتعرف العم، ما كتعرف حتى شي واحد. فجات اخوتي لعند اختها، واكيد ان هاجر غتكون عاودات لراجلها وتقول له راه جبتها لهنايا لان راه المشكل عندها مع عمي، وجبناها باش تبعد من تماكين. وهو معارف الحقيقه، قال علاش لا انا ما نغمسش. فاش غمسها هو وقع له المشكل. هي مرتو فكرت بان راجلها اللي غيمشي فيها، ما فكراتش بان عمها حتى هو غيمشي فيها. وعلى حسب ما سمعت تيقولوا بان الاب تيقول الاخ ديالو، يعني على اخوه، تيقول لمو نقد نرغب هاجر باش دير له التنازل. ولكن واخا دير له التنازل ما غيكون لا تنازل لا حتى شي حاجه، لان هادشي كيبقى زين المحارم. هاد الفيديو هذا خوتي شنقول لكم، دايره تالفه، والله الا دايره تالفه، لان ما كنعرفوا شنو نقدموا شنو نوخروا. تنقولوا علاش ما كطيحش علينا الشتاء، تنقولوا علاش هادشي كيوقع، علاش هاد الفيضانات كنبقاو نطلبوا الله الشتاء كيجي الفيضان بالغيث، كيوقع مصائب. اش هادشي شنو انسان شنو داير؟ ولكن هانتوما البنادم شنو داير. وغادي نهضر ان شاء الله الا لقيت شي وقيت، غادي نهضر على واحد القصه جديده حتى هي زين المحارم، ولكن هذيك صار اخوتي زين المحارم بنت مع الاب ديالها، للاسف اخوتي مع الاب ديالها.